السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن موضوع شاغلنا كلنا، موضوع مهم جدا في حياتنا، وهو فن الهدوء في عالم مليء بالضوضاء، في عالم صاخب. احنا عايشين في عالم ما بيهداش أبدا، صوت موبايل بيرن على طول، إشعارات ما بتخلص، أخبار سريعة، آراء في كل اتجاه، ضغط ومقارنة وسباق. والأصعب من كل ده إن الضوضاء ما بقتش حوالينا وبس، دي بقت جوانا. بقينا بننام وتفكيرنا صاحي، بنقعد مع نفسنا دقيقة بنحس بالقلق، بنقفل الموبايل بنحس بالفراغ، نهدى شوية فبنخاف. كأن الهدوء أصبح حاجة غريبة أو رفاهية مش مسموح لنا بيها. علشان كده فيديو النهاردة مش عن الهروب من العالم ولا عن إنك تعيش في عزلة، لكن عن فن الهدوء. إزاي تفضل هادي من جواك وسط عالم كله ضوضاء. أول حاجة لازم نعرفها إيه هو الهدوء الحقيقي. الهدوء الحقيقي مش إن الدنيا تسكت من حوالينا ولا إن المشاكل تختفي. الهدوء الحقيقي هو إنك تبقى ثابت حتى لو الدنيا كلها بتتحرك حواليك. الهدوء الحقيقي هو إن صوتك الداخلي يبقى أوضح من صوت الناس ومن صوت الخوف ومن صوت القلق. الهدوء إنك ما تبقاش رد فعل لكل حاجة، إنك ما تتسرقش من نفسك مع كل حدث. الهدوء الحقيقي إنك تبقى موجود لكن مش مستنزف. طيب ليه إحنا بقينا متوترين طول الوقت؟ لأن إحنا بقينا بنسمع أكتر ما بنحتاج، بنشوف أكتر ما بنقدر نستوعب. بقينا متوترين عشان بنقارن نفسنا طول الوقت وبنحاول نرضي الكل، وبقينا بنعيش بعقلنا مش بقلبنا. بقينا متوترين لأننا بنعيش في عجلة مش في وعي، بخوف من إننا نتأخر أكتر من رغبة في إننا نعيش صح. العالم بيجري وإحنا جرينا وراه من غير ما نسأل نفسنا هو إحنا رايحين فين أصلا. وبالتالي هنوصل للنقطة الثالثة. فن الهدوء لازم يبدأ من داخلك. أهم حقيقة لازم نفهمها، ما ينفعش نهدى من بره وما نهداش من داخلنا. الهدوء قرار. قرر إنك ما تردش على كل كلمة، ما تدخلش كل معركة، وما تبررش نفسك لكل الناس، وما تحملش نفسك فوق طاقتها. في حاجات كتير ما تستاهلش إنك تتعب أعصابك عشانها، بس للأسف إحنا تعودنا نديها أكبر من حجمها. إحنا لازم نقلل الضوضاء المتعمدة. مش كل ضوضاء حوالينا مفروضة علينا، لأن في ضوضاء إحنا اللي بنختارها، زي التصفح بلا هدف، أقرأ أخبار سلبية طول اليوم، أدخل في نقاشات ملهاش نهاية، أتعامل مع ناس بتستنزف طاقتي. الهدوء أحيانا بيبدأ من إنك تبعد وتقفل وتختار. اختار إيه الأخبار اللي تسمعها، واختار مين اللي تقعد معاه، واختار إيه الأشياء اللي تدخل عقلك، لأن عقلك بيتشكل من اللي انت بتغذيه بيه. الصمت مش ضعف. في عالم مليء بالضوضاء أصبح للأسف اللي بيزعق أكتر بيتشاف، بس اللي هادي أكتر بيبقى أقوى. لأن الصمت مش دايما عجز عن الرد، أحيانا هو نضج وحكمة واحترام لنفسك. مش لازم تكسب كل نقاش ولا تثبت وجهة نظرك لكل شخص، ومش لازم تشرح نفسك لكل حد أساء فهمك. في أوقات كتير أفضل رد هو الهدوء. الهدوء مع نفسك. جرب كده إنك كل يوم تقعد مع نفسك شوية من غير موبايل.
اسمع أفكارك بدل ما تهرب منها. اسأل نفسك أنا حاسس بإيه الوقتي وليه حاسس الإحساس ده؟ الهروب المستمر بيعمل توتر مزمن، لكن المواجهة الهادية بتخلق راحة حقيقية. الهدوء مش إنك ما تحسش، الهدوء إنك تحس وتشعر من غير ما تنهار. وخليك عارف إن الهدوء مش الاستسلام. خلي بالك إن الهدوء مش إنك تقبل الظلم أو إنك تكتم وجعك ولا إنك تسكت عن حقك. الهدوء قوة داخلية بتخليك تختار إمتى تتكلم وإزاي تتحرك وفين تحط طاقتك. الشخص الهادي مش شخص ضعيف، ده شخص فاهم إن أعصابه غالية من أي معركة مؤقتة. انت لما تختار الهدوء حياتك كلها هتتغير. نومك هيبقى أهدى، تفكيرك هيبقى واضح أكتر، قراراتك اللي هتاخدها هتكون ذكية أكتر، وعلاقاتك بالناس هتكون صادقة أكتر، وطاقة قلبك هتكون أخف. لأن الهدوء بيخليك تشوف الحياة زي ما هي، مش زي ما الخوف مصورها لك. اعرف إن الهدوء أصبح عملة نادرة، اللي بيمتلكها بيمتلك نفسه. فما تسمحش للعالم إنه يسرق منك سلامك الداخلي، ولا يخليك تعيش طول الوقت في حالة توتر واستعجال. اختار الهدوء مش لأنك ضعيف، لكن لأنك واعي وعارف إن راحة بالك أغلى من أي ضوضاء حواليك. ولو الكلام ده لمسك اكتب لي في التعليقات أنا اخترت الهدوء، واعمل لايك علشان نوصل الرسالة لكل شخص محتاج يسمعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.